بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي الكريم المرشح المحتمل لرئاسة النادي الإسماعيلي المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الأسبق وآخر رئيس نادي منتخب للنادي الإسماعيلي. برحب بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بيك يا أستاذ. منورنا والحمد لله على السلامة. الله يخليك. حابين بقى نبدأ مع بعض، يعني النهارده حوارنا هيكون جزئين، جزء على الوضع الحالي وعلى الانتخابات وعلى الفترة اللي جاية هيكون شكلها ايه، وجزء طبيعي جدا لازم ارجع لورا شوية وفترة مجلس حضرتك. متفقين على المبدأ بداية؟ مفيش مشاكل. جميل. حضرتك بعدت عن الإعلام فترة من لحظة الاستقالة، يمكن اختفيت كتير جدا عن الإعلام، كل واحد بدأ يجتهد، بدأت الانتقادات، بدأت كل واحد يقول مشكلة في المجلس نفسه، وحضرتك النهاردة لك حق الرد على كل الانتقادات دي. اوكي؟ هو طبعا انا سعيد بوجودي في تلفزيون القناة الرابعة اللي هو يعني بيعبر عن اسماعيلية وشعب اسماعيلية بالكامل. لكن بداية انا عايز يعني التقديمة اللي انت قدمتني بيها، وهو المرشح المحتمل لرئاسة النادي الاسماعيلي. نعم. انا مرشح، انا رئيس اسبق للنادي الاسماعيلي. جميل. ولست مرشحا محتملا للمرحله اللي انا قلت الاثنين. لسه 3 شهور وهنشوف بقى. ما احنا قلنا محتمل لسه. لا مفيش اي احتمالات في المساله ديت. انا مش داخل تاني النادي الاسماعيلي يعني. هنجي لها. لا يعني انا اقصد حضرتك لا هو مش تكبر على النادي الاسماعيلي وكلام من ده، بس انا حسيت ان انا بذلت جهد على مدى 3 سنين، ويعني طيب خلينا قعدت واخد بالك انت، وفي من حق ناس ثانيه انها تخش وتكمل هذا المجهود يعني. خلينا نأجل السؤال ده عشان هسمعه بقى منك تصريحات بقى معينه خلال الحلقه ان شاء الله. لكن ارجع مع حضرتك مع بدايه دخول حضرتك النادي الاسماعيلي، وكان في التوقيت ده كلام ان حضرتك هتنزل على مقعد العضويه، وكان في اتفاقات على ده. بعد كده قرار المهندس نصر ابو الحسن بالنزول على رئاسه مجلس اداره النادي الاسماعيلي. ايه التفكير كان ماشي ازاي في التوقيت ده عند حضرتك؟ وبص اقول لك على حاجه، يعني انا يعني رغم ان انا لدي بعض الخبرات في اداره النواحي الرياضيه قبل ما اترشح للنادي الاسماعيلي، من خلال يعني من الثمانينات وانا كنت عضو مجلس اداره في مركز شباب وصوير، ويعتبر هو كان رقم 2 بعد النادي الاسماعيلي. بعد النادي الاسماعيلي، لدرجه ان انا هقول لك على حاجه يعني غريبه جدا. احنا في 84 لما كنت انا في مركز شباب وصوير، كانت الجمعيه العموميه بتاعت مركز شباب وصوير بيحضرها 1200، والجمعيه بتاعت النادي الاسماعيلي حضرها 450. يعني انت تستغرب. واول يعني اشراف قضائي على انتخابات داخل الانديه او مراكز الشباب كان في مركز شباب وصوير على مستوى الاسماعيليه. كان في بس اكيد الامور مختلفه، النادي الاسماعيلي برضه تحت الميكروسكوب. لا ما اقصدش انا اللي انا عايز اقوله لك ازمه النادي الاسماعيلي. يعني انا عايز ابدا لك يعني ادي نادي يعني رقم يعني من ضمن 3 اضلاع للكره في مصر، والجمعيه بتاعته سنه 84 كانت 450 واحد، والرئيس بتاعه انتخب ب 450 صوت. واخد حضرتك؟ جميل. وفي نفس الوقت مركز شباب تهتم بيه الناس، يبقى الجمعيه بتاعته 1200 واحد وبيحضروا كلهم، وتتلغي الانتخابات 3-4 مرات نتيجه خلافات وتدخل اجهزه امنيه وتدخل اجهزه مش عارف ايه وكلام من ده، وتيجي لجنه قضائيه تشرف على الانتخابات وكلام. يعني كان في ناس مهتميه بالمكان، واخد بالك انت، وحاسس انها منتميه للمكان، ودي كانت هي مشكله النادي الاسماعيلي. حلو. حضرتك قررت النزول وخوض الانتخابات على مقعد رئاسه النادي الاسماعيلي. ما انا هاجي لك الجزئيه دي. انا يعني لما جينا بندرس وضع النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي قعد 3 سنين بعد استقالة الدكتور اسماعيل عثمان. نعم. في شهر 4 2005 تعاقب عليه في ال3 سنين دول حوالي 8 رؤساء، اللي هي يعني جه الدكتور صلاح عبد الغني الله يرحمه واستقال في ديسمبر 2005. يعني جه في 4 2005 واستقال في ديسمبر 2005. جه بعد منه الدكتور عبد المنعم عماره، وكان معاه في المجلس الدكتور رأفت أبو عظيم وحافظ فكري وعثمان عطيه ومجموعه تانية يعني، وكان يحيى الكومي ويحيى الكومي كان عضو بعد كده اصبح رئيس النادي. استقال عبد المنعم عماره. نعم. استمر بعد منه الدكتور رأفت أبو عظيم. نعم. في 2005 في 2006 في 5 2006 اتعين مجلس برئاسه يحيى الكومي، لانه كان استقال من مجلس عبد المنعم عماره. يحيى الكومي جه في اخر فترته واختفى تماما ولا قدم استقاله، والمهم ما حضرش، فكمل بعد منه الدكتور ابراهيم عاشور. نعم. ثم بعد الدكتور ابراهيم عاشور في 5 2008
جه المهندس سعد الجندي لمده 45 يوم. نعم. وبعد منه جه الدكتور علي يحيى في 2008 لجنه مؤقته، واخد بالك انت، برضه لمده 45 يوم قبل ما تتعمل الانتخابات في شهر 8 2008 اللي احنا كنا فيه، اللي حضرتكم جيتوا عليه. فكان النادي الاسماعيلي وصل لمرحله في الفتره دي نتيجه تعاقب مجالس الاداره وبالتالي طبعا الاجهزه الفنيه، لان كل مجلس اداره بيجي يعين ويشيل. نعم. يعني مثلا انا اذكر مثلا ان في 2005 كان الدكتور صلاح عبد الغني جايب مدرب اسمه فيكتور بونز روسي، مشي. بعد ما مشي الدكتور صلاح باسبوع المدرب كمان جه الدكتور عبد المنعم عماره والدكتور رأفت مشوا المدرب. واخد بالك، هم لما مشيوا وجابوا بوكير، واخد بالك، هم لما مشوا اللي جه بعد منهم جاب، يعني في ظل اللخبطه ده قررت حضرتك تنزل للنادي. واخد بالك، فاحنا كنا معنيين وناقشنا مشاكل النادي الاسماعيلي في المجالس المحليه وعلى المقاهي وفي مكاتبنا وبتاع وكلام من ده، وكنا بندور على ان احنا نعمل توليفه تنزل مجلس اداره النادي الاسماعيلي. جميل. تذكرني بقى حضرتك بالمجموعه اللي نجحت مع حضرتك في الفتره. لا ده انا هقول لك، قبل المجموعه دي كان في اتفاق على ان اللي هينزل النادي الاسماعيلي على مقعد الرئاسه المهندس ابراهيم عثمان. تمام. ابراهيم عثمان، واخد بالك، واتفقنا على ان المجلس ما يبقاش مجلس عائلي. حضرتك تيجي كنت عضو يعني ايه، يعبر عن الاسماعيليه كلها. تمام. فاتفقنا على اساس ان هو كان يبقى موجود وانا ابقى موجود معاه، وكان معانا يعني كان مطروح في الفتره دي ان يجي محمد صلاح ابو جريشه، وده تعبير تمام عن اللعيبه، والاستاذ سيد المرحوم سيد الصديق الله يرحمه رحمه الله عليه، واخد بالك، وجه المهندس خالد فارو وكان قبل كده عضو مع. جميل. ايه اللي اتغير بقى المهندس ابراهيم؟ المهندس ابراهيم عثمان خد قرار بانه ما يخش نتيجه ترتيبات فيها نواحي سياسيه ونواحي اقتصاديه شويه حاجات كده وبتاع وكلام. ودونتنا في اخر يومين ندور على مين اللي ممكن ينزل رئيس للنادي الاسماعيلي مع المجموعه اللي انتم متفقين عليها اوريدي هننزل الانتخابات. تمام. بالك اللي حصل ان كان في حاله من حالات الجدل في اسماعيليه. في ناس قالت لك خلاص ماشي لو ما المهندس محمود عثمان نزل مثلا، واخد بالك انت، المهندس محمد رحيل والدكتور رأفت عبد العزيز قال لك لو المهندس محمود عثمان نزل احنا مش نازلين، لو المهندس ابراهيم عثمان نزل احنا هننزل. فقدموا اول يوم راحوا مقدمين الترشيح بتاعهم. تمام. فكانت التجربه، انا يعني كنا شايفين احنا بالمجلس اللي انت شفته دوت اللي انا كنت بقول لك عليه، انه كان مجلس كله قيادات جديده وقيادات شابه، ان احنا لابد ان احنا نعيد يعني دماء جديده ونضخ دماء جديده في مجلس اداره النادي الاسماعيلي. وبالفعل لما جه المهندس ابراهيم عثمان وحاولنا ان احنا نكلم حد ويجي ينزل ما لقيناش، يعني كلمنا الدكتور ابراهيم عاشور ايامها يعني رفض، واخد بالك، كلمنا الدكتور الزغبي رفض وكده، فيعني قعدنا نفكر طب يعني نزول حضرتك على الرئاسه كان توافق ولا قرار من حضرتك؟ لا، وبعد كده كان توافق بقى. فانا يعني ايه، قلنا طب ندور بتاع، فقال خلاص يبقى مننا حد ينزل رئيس. فانا نزلت في الحاله ديت. جميل. احنا كده وصلنا القصه مشيت ازاي، يعني معنى كده ان المجموعه اللي نجحت مع حضرتك او معظمها كان تم التوافق عليها، لو نذكر الناس فيها معظمها كان المهندس خالد فارو والكابتن محمد صلاح ابو جريشه، كان الاستاذ سيد الصديق رحمه الله عليه، الاستاذ عاطف زايد والمستشار وليد الكيلاني. تمام. وبعد كده خالد الطيب والكابتن خالد الطيب. وحضراتكم بعد كده عينتوا الحاج حماد موسى واعتقد الدكتور اماني خضير. تمام. يعني المجلس كان متوافق من حضرتك يا باشمهندس، عشان ده عايز ادخل في نقطه ثانيه. لا يعني بص، المجلس هو في طبعا يعني تقريبا خالد الطيب ما كانش في المجموعه. يعني خد بالك انت، ما كانش في المجموعه، المفروض ان كان في اتفاق حوالين منها قبل الانتخابات يعني. ايضا المجموعه دي برضو للامانه ما كانش في علاقات يعني قويه بينهم وبين بعض. يعني انا كنت اول مره مثلا اتعامل مع المهندس خالد فارو او المستشار وليد الكيلاني، لكن كان في علاقه قبل كده مع محمد صلاح ابو جريشه ومع سيد الصديق، واخد بالك، مع في 2 تانيين كان مفترض ان هم ينجحوا، كان الدكتور مصطفى درويش والاستاذ علي الاسود، كان عضو مجلس اداره قبل كده بس ما وفقوش في الانتخابات. فكان الشكل المجلس كده، يعني انت لما يبقى عندك 4 أو 5 يعني في نوع من انواع التجانس بينهم، واثنين جميل وناس محترمه يعني عادي وكل كلام من طيب ما يؤخذ على مجلس حضرتك، وخلينا ندخل في بعض الانتقادات لمجلس المهندس نصر ابو الحسن. انا بقول مجلس المهندس نصر ابو الحسن طبعا في اطار الاعضاء كلها. الجزئيه الاولى في الانتقادات، وفي خلينا متفقين الانتقادات هنتقبلها ان شاء الله بصدر رحب كده. لا مفيش مشاكل خالص. بدايه اخذ على المجلس ده اول حاجه، وهي سلسله من الاستقالات ضرب الرقم القياسي بيها، بدايه من المهندس خالد فارو
حتى وصولا بالمهندس نصر ابو الحسن. بص اقول لك على حاجه، اولا الاستقالات مش جديده على النادي الاسماعيلي بس عشان بس بتكلم في المجلس ده تحديدا. ايوه لا قبل كده كله، حتى اللي كان قبل كده كان حتى لما في انتخابات كان اللي التالي في الاصوات لو حد يستقال بيخش. نعم. انا اذكر جابوا حوالي 12 واحد كانوا مترشحين وكانوا تاليين في الاصوات لما استقال المجلس اللي فيه الحاج محمد ابو سعود، وكانوا حابين يجيبوا المجلس اللي فيه الدكتور اسماعيل عثمان، راحوا خدوا استقالات من ال 12 اللي عليهم الدور. يعني جابوا استقالات من ال 12 عليهم الدور عشان يجيبوا مجلس معين. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. فاللي انا عايز اقوله لك ان محمد صلاح ابو جريش انا عارف من الاول خالص انه مش هيكمل. ليه بقى؟ لان محمد صلاح ابو جريش راجل فني، انا عارف انه فني وكان بياخد دورات في مساله التدريب، وان انا عارف ان هو مش في العمل الاداري او كمجلس اداره مش هيستمر، هو عايز ينزل الملعب كمدير فني كمدرب، واخد بالك انت، ويبدا يعني ايه يوصل للمجال دوت في نهايته يعني في الكارير دوت. فكنت انا متوقع ان محمد صلاح يمشي، لكن هو ما مشيش نتيجه مشاكل، بس عشان تبقى الامور واضحه. جميل. المهندس خالد فاروق احنا ادينا الموسم الاول كويس جدا ووصلنا لمباراه فاصله، او احنا المفروض ان احنا ابطال الدوري لولا الحكم ريشه دوت في ماتش طلائع الجيش. تمام. طلائع الجيش والاهلي. طلائع الجيش والاهلي. المهندس خالد فاروق جه قال احنا مش عايزين نبيع اسمه شريف عبد الفضيل. وانا هستقيل لو ابيع شريف عبد الفضيل. احنا بالجهاز الفني اللي كان موجود بشويه حسابات كده معينه كنا عايزين نعمل فرقه. نعم. الفرقه دي يبقى فيها نوع من انواع التجانس الفني والمعنوي وامور كتيره جدا، يعني انت عارف اللعيبه زي ما كانتش جوه اوضه اللبس مع بعض 100%، يعني ممكن تعمل، يعني ممكن حتى لو هم احسن لعيبه مش هتاخد بيهم بطوله، واخد بالك. فكان في كلام حوالين مجموعه من اللعيبه ممكن تستبعد من الفرقه دي وتخش مجموعه ثانيه وتبدا تعمل فريق. تمام. فما كانش في مانع عند الجهاز الفني ان شريف عبد الفضيل انه يمشي، لان هو المفروض عندنا مساك كنا بنستخدمه دايما باك يمين، واخد بال حضرتك. الحاجه الثانيه احنا كنا محتاجين ندعم الفرقه بلعيبه وفي نفس الوقت بفلوس. فاحنا لما جينا نتكلم انت ممكن يعني تتخلى عن مين من الفرقه، ما كانش ينفع تتخلى مثلا عن عبد الله السعيد او عمر جمال او كلام من ده.